لا لا لا، اللي بيعملوا اعلان بلبن ده كارثه بالمعنى الحرفي. ليه اعلان بلبن كارثه؟ لانه بجد كارثه على سوق الاعلانات في مصر، لانه براند تاني سنه ليه بس في سوق الاعلانات في مصر، وعمل اعلان من اقوى الاعلانات اللي في رمضان حرفيا. تحسه جاي بيهدم اللي فودافون بتبنيه بقالها سنين. الاعلان ده السنه دي بالنسبه لي اقوى اعلان اتعمل في رمضان بسبب قوته ولضعف سوق الاعلانات السنه دي. بغض النظر بقى انا بحب بلبن او ما بحبهوش كمستخدم شخصي، يعني ده مش موضوعي اصلا. انا موضوعي في الاعلان نفسه. مبدئيا كده الاعلان بيعتذر عن حاجات المفروض ان هي فيها مشكله عندهم، المفروض يعني انها فيها مشكله عنده، بس هو اعتذر بطريقه قلب الترابيزه. اللي هو طلع اصلا بيقول لك احنا بنعتذر عن كل واحد واقف في الطابور، عن الزحمه يعني اللي هو بيعملها، اللي هو اوريدي الحاجه اللي الناس مش بتحبها، بس هو طالع بيقول لك احنا كده عشان كده احنا حلوين. فاللي هو نظام ايه بقى؟ انا بقلب عليك الترابيزه. واتكلم برضه عن المنافسين وعلى كل اللي بيحاولوا يقلدوه. فانت دلوقتي بتتكلم قدام اعلان جاب النقط السلبيه اللي عنده، قلب الترابيزه على الناس، بيقول انا بعمل كده عشان كده انا حلو، واتكلم عن كام منتج عنده من غير ما يطلعهم. وبجد اختيار موفق جدا ان هم يجيبوا اكرم حسني في الاعلان ده، ودي على فكره مربوطه من السنه اللي فاتت لو فاكرين. وطبعا عمل حاله اثاره جدل وعمل بروباجندا اللي بلبن بيحب يعملها كل مره، بغض النظر الناس رد فعلها ايه. ودي اهم حاجه تنجح الاعلان اللي الاعلان اتعمل عليه ضجه، بدليل اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي اهو في فيديو. فادخل اكتب لي في الكومنتات انت بقى ايه رايك في الاعلان.